السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في حاجات عايزة أكلم مع حضراتكم عليها، وهي إن أنا لما بيحصل عندي أي مشكلة في البيت سواء تعب أو أي حاجة لازم أجري على الطبيب. مش لازم حضرتك أو أي أب وأم في البيت ياخد ابنه ويجري على الطبيب مباشرة أو تجيبي علاج على طول وتستسهلي الموضوع. أولا حضراتكم عارفين إن الأدوية ديت لها آثار جانبية كبيرة جدا. طيب نعمل إيه يا لولو؟ لو في حاجة بسيطة، مثلا في حاجات بسيطة جدا بتحصل للإنسان عادية جدا، ممكن حضرتك إن أنت تستعملي البدائل الطبيعية اللي هي اللي ربنا خلقها لنا. جربيها، لو ما جابتش نتيجة يبقى حضرتك بعد كده تقدري تستشيري الطبيب أو تجيبي علاج من الصيدلية. أولها إن حضرتك لو عندك حموضة من المعدة أو عندك حموضة في المعدة تقدري تستعملي الخيار. الخيار من الحاجات اللي هي بتخلي حموضة المعدة تهدى خالص تمام. حاجة تانية، حضرتك لو عندك إسهال، الإسهال تاخد قهوة عليها عصير ليمون، بتضيع الإسهال جدا. طيب لو عندي إمساك، لبن راي، تاكل لبن راي. طيب أنا لو عندي يا لولو زكام، أخد إيه؟ تعملي كوباية من الشاي وتعصر عليها ليمونة، إن شاء الله تضيع لك الزكام. طيب أنا عندي ضغطي مرتفع جدا، للضغط المرتفع اللي زي حالاتي كده. تمام. أنا والله مجربة الموضوع ده شخصيا يعني. الحاجة الأولى اللي أنا باعملها إن أنا دايمًا مش باقطع الموز عندي من البيت. باخد موزتين مرّة واحدة، يعني 2 مرّة واحدة باكلهم، بينزّل الضغط مباشرةً. الحاجة التانية، طَب ما فيش عندي موز في البيت، أعمل إيه؟ كركديه. دايمًا مريض الضغط لازم يكون في كركديه في بيتك. كركديه هتحطيه في البيت، هتبلّي كل يوم شوية في الشفشق كده، بس ما يتغليش. يعني هيتبل على مَيّة باردة، على مَيّة ساقعة، وتسيبيه لمّا يخرط، وبعد كده تحلّيه السكر اللي أنتِ عايزاه وتشربيه. كده برضه بينزّل الضغط. مرضى الكوليسترول، الناس اللي عندها كوليسترول عالي والدكتور قال لِك عندِك الكوليسترول عالي وبتتعب جدًا من علاج الكوليسترول. علاج الكوليسترول بيعمل دوخة وناس كتير مش بتستحمله. عندِك تقدري تعوّضي ده بإيه؟ حضرتك تاكلي كل يوم قطعة من البتنجان متقشّرة أو بقشرها، لو هتحبي تاكليها تغسليها كويس تاخديها تاكليها قبل ما تنامي. ده بيعادل إن أنتِ تاخدي علاج من علاج علبة الحبوب بتاع الLipitor اللي هي علاج الكوليسترول. طيب يا لولو، لو أنا عندي المثانة تعباني، مثلًا عندي حصوات وباتعب وباتألم، لإن طبعًا تعب الحصوات ده مؤلم جدًا. طبعًا لازم تغلي مَيّة عليها بقدونس. البقدونس اللي إحنا بنشتريه مع الكزبرة ده، حضرتك بتاخدي الورق بتاعه وبتغسليه كويس وبتحطيه في مَيّة بتغلي، وبعد كده بتصفّيه وتشربي كوباية بالليل وكوباية بالنهار. الكلام ده يا جماعة مش كلامي، ده كلام دكاترة تغذية موثوق فيهم جدًا، والحاجات دي موثّقة وناس كتير عارفاها. حبيت بس أنقلها لحضراتكم عشان تستفيدوا منها. يعني مش كل حاجة إن إحنا نجري على الطبيب، مش كل حاجة إن إحنا نجري على الدكتور. تمام. كمان الأرق، يعني أنا عندي أرق ومش عارفة أنام. في حاجتين تقدري حضرتك تعمليهم. أولًا تاكلي خصاية، الخس مفيد جدًا على فكرة، بيخلّي الواحد ينام. طب ما فيش خس، نعمل إيه؟ كوباية من اليانسون قبل ما تنامي، إن شاء الله هتعادل إن شاء الله تخلّيكِ كده تنامي براحة ومن دون قلق خالص. يا رب يكون المعلومات اللي أنا قُلتها لحضراتكم في الفيديو ده عجبتكم وقدرتوا تستفيدوا منها بأي حاجة. باشكر حضراتكم جدًا، ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.